وعليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي بقى مساء الخير، علشان خاطر الفيديو هينزل بالليل ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم بقى روتين الخميس. وبصراحة يعني الروتين ده انا بحب انضف فيه الشقة كلها، بحيث ان احنا يبقى يوم الجمعة رايقين، بس خاصة كمان ان احنا يعني ورانا تحاليل وحاجات لازم ننزل علشان نعملها لبنتي قبل العملية ان شاء الله. فلو اول مرة تشوفوني دعواكم كده بالشفاء، وربنا يشفيها ويعافيها ويخفف عنها ان شاء الله بإذن الله وتقوم بالسلامة. بدأت يومي كده، شغلت الغسالة بقى وعملت كوباية نسكافيه. شايفين الرغوة؟ انا حرفيا بقيت بحب المضرب ده جدا جدا. يعني حطيت حتة كيكة كده من اللي انا كنت عاملاها معاكم المرة اللي فاتت، وقلت افطر كده. الحاج بقى صاحب البيت كان ليه رأي تاني، فكان جايب فطير كده. انا عايزه اقول لكم الفطير من الفرن اللي احنا بنجيب منه ده ما شاء الله جميل قوي. حطيت كده حته قشطه وشويه عسل اسود كده، وحطيت له يفطر بقى. وانا بصراحه قلت ابدا النهارده اليوم من جوه لبره، بحيث ان انا بقى اخلي الريسبشن اخر حاجه، علشان خاطر لما نصحى تاني يوم ان شاء الله اللي هو يوم الجمعه تكون الدنيا رايقه. فبدات كده بغرفه النوم، شلت الملايه طبعا حطيتها في الغساله، وطلعت الملايه دي بقى قلت افرشها، وقردت بسرير الانسه خوخه. والحمد لله التسريحه كانت نظيفه. وحاجه السكين كير بقت قدامي كده، فحطيت حاجه السكين كير وبدات كده ارش معطر. هنا كده كنت فرشت السرير وظبطت سرير الانسه، والحمد لله الغرفه كلها كانت نظيفه. فرشيت المعطر كده والحمد لله. بس عايزه اقول لكم ان انا مش لاقيه الفوطه اللي هي انا قلت لكم عليها بتاعه جلد الغزال دي. مهما امسح بقى دلوقتي المرايات مجيره يعني. فان شاء الله باذن الله كده ربنا يرد عليا ضليتي يعني، واشوف الانسه خديجه وديتها فين. لان انا بصراحه الحاجه اللي هي بتاخدها وتخفيها دي طول ما انا بدور عليها ما بلاقيهاش، لما ببطل تدوير بقى بلاقيها. قلت كده النهارده عايزه اعمل بقى يعني غدا سريع، وفي نفس الوقت حاجة نكون احنا بنحبها. فبدأت كده عملت رز بالخضار اللي هو بالبسلة بس يعني. بحط بصل كده من البصل اللي انا مفرزاه. وبرده كنت بوريكم الكيس بتاع البسلة ده. عايزه اقول لكم ان انا نزلت من يومين جبتها، كانت تقريبا عامله 25 جنيه، في حين ان انا كنت جايبه نص كيلو بسمه اللي هي بسله بس ب40 جنيه. فجبت 2 كيلو ب50 جنيه. عايزه اقول لكم ما شاء الله عمل لي كميه، عمل لي بتاع 3 اكياس يعني. فاوفر طبعا، وحاجه فريش احنا جايبينها، وهي ما فيهاش اي اختراعات. انا بغسلها وبصفيها بس في المجفف الخضار، حبه صغيرين بحبه صغيرين، علشان خاطر بيبقوا تقال على المجفف يعني، وبشيلهم على طول. فعايزه اقول لكم لا انا حبيت الفكره، وكمان اعتقد ان هي بترخص كمان يعني شويه كده هترخص. فهنفرزها رمضان ان شاء الله باذن الله. ربنا كده ان شاء الله باذن الله يهلوا علينا كده، لا فاقدين ولا مفقودين يعني، بالخير ان شاء الله. المهم قالت كده سمبوسه، وده برضو ستريبس كنت عاملاه وانا عند بيت اهلي. ان شاء الله اعمله معاكم في فيديو تاني، بس اروق بس كده ان شاء الله باذن الله واظبط الدنيا. وشايفين البخار بيطلع من الرز، حرفيا الرز ما شاء الله كان مفلفل وزي الفل. وانا بقى كنت يعني كنت مجهزه كل حاجه مستنيه بس الرز يستوي واكل على طول علشان خاطر اقوم اكمل. عايز اقول لكم ان انا عملت الحمام بقى، بس ما رضيتش اصوره معاكم لان انا كده كده كنت عاملاه اوريدي معاكم المره اللي فاتت. وكمان الباب اللي هو الجرال ده وقع. فان شاء الله بس ده باذن الله يعني نشوف بقى باب المونتال او حاجه، علشان خاطر اصلا الباب الجرار ده ما كانش امن حاجه. واحنا بصراحه اللي كان بيجي عندنا البيت يعني كان بيتبهدل، لان خديجه ما بتحبش تشوف الباب ده مقفول يعني. فانتوا عارفين بقى الباب الجرار مع الاطفال بيبقى عامل ازاي. فان شاء الله باذن الله نركب واحد جديد. هنا كده بقى قطعت طماطم وخيار وحطيت كل الاكل في طبق واحد وطلعت اتغديت. وبعد كده الحمد لله غسلت المواعين واديت المطبخ بقى تلميع، غسلت البوتاجاز كمان، لان انا اصلا وانا بعمل الاكل البوتاجاز اصلا ما كانش نضيف من اليوم اللي قبله. وكان عندي حبه اللبن دي قلت اعمل بقى شويه سحلب يعني، وفي الاخر غيرت رايي. هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه يعني. رشيت المعطر كده والحمد لله. المطبخ كمان كان زي الفل. مسحت يعني كنست الارضيه ومسحتها وظبطت الدنيا، بس كنت مستنيه المواعين اللي على الرخامه يعني تتصفى. بعد كده بقى طلعت كانت الدنيا ليلت خلاص. وتقريبا كمان كنت صليت العشاء، لان يعني اليوم اصلا مش عارفه بيخلص بسرعه، واحنا كمان بقى بنصحى مثلا بعد الظهر. فانتوا متخيلين تقوموا تصلوا الظهر بنفس الوضوء نصلي العصر،
هوبا تعملوا اي حاجه تبص لو المغرب اذنت هوبا العشاء اذنت. فاليوم حرفيا ما فيهوش محتاج صحيان بدري، ولكن احنا بقى علشان خاطر مواعيد الادويه والنوم وكده فما بنعرفش نصحى بدري خالص الايام دي. المهم كده شغلت المكنسه بقى وبدات اشفط. انا عايزه اقول لكم ان انا الارض مطلعه تلج، يعني حطيت السجاد التقيل اللي هو السجاد اللي انا متجوزه بيه اللي هو الجري في ابيض ده، وحطيت فوقيه الكفرات دي. وعايزه اقول لكم ان احنا كمان بنفرش اللحاف طبقتين وبنقعد عليه. هبقى اوريكم ان شاء الله المره الجايه. بدات كده ان انا ارتب الكوشن وامسح الاسطح. عايزه اقول لكم ان انا رتبت الكوشن كده ووزعتها، وكان بصراحه شويه الادويه دول كده انا سايباهم مكانهم لان انا كل شويه بشيلهم وبرجع اجيبهم تاني، فقلت لا انتوا خليكم كده اعتبركم جزء من الديكور. ولكن طبعا الجزمه كانت حالتها مأساويه، عارفين بنرمي عليها اي حاجه. يعني انا كنت تحت بشتري شويه حاجات، طلعت الدبابيس رميتها على الجزامه. اي حاجه في ايدينا حرفيا بنرميها. انا بوريكم بس منظر الفوطه، انا كنت مسحت بيها بس الترابيزات اللي هي عند الشاشه، فكانت اصلا اتطينت خالص. وهوريكم بس كميه التراب. وانا عايزه اقول لكم بقى الشقه مقفوله، انا حرفيا مثلا بهويها مثلا ساعتين 3 ساعات واقفل تاني. شايفين الفرق بس بين الحته اللي اتمسحت والحته لا والحته اللي لا؟ حرفيا كميه تراب رهيبه. فكملت كده والحمد لله الريسبشن عندي كان زي الفل. مسحت كمان الارضيه الزهره دي، اديتها مسحه كده بالشرشوبه، حطيت عليها كلوريكس الوان وميه سخنه، والحمد لله كانت الدنيا عندي زي الفل. شغلت القرآن والحلوة كانت نامت شوية، فبدأت كده بقى ارش معطر وانا قافله عليها جوه. المعطر ده كمان انا يعني خفيته بميه علشان خاطر الريحه بتاعته ما تبقاش قويه يعني تاثر عليها، لان زي ما قلت لكم هي عندها حساسيه اصلا، فمش ناقصه بصراحه اي تعب تاني ليها يعني، ما كنتش انا فيه السبب. وفي نفس الوقت برضو الروايح عامه لا بتغير المود، وبتحسوا كمان ان هي بتغير طاقه المكان. فسبت القرآن شغال كده بقى. وعايزه اقول لكم انا حرفيا واقعه في غرام الاضاءات اللي هي الورم. عايزه اقول لكم وانا لسه بصور كانت هي صحيت فجريت جوه بقى ايه نورت نور الاوضه اللي جوه. وبعد كده بقى قلت ايه الواحد محتاج حرفيا يفصل دماغه شويه من يعني من يعني الجو اللي احنا فيه عامه بقى، ان هي طفله صغيره وانا زي عارفين بقى زي اي قلب اي ام بقى لا ازاي بقى الطفل بتاعك هيدخل مثلا تخدير كلي وكده. فالموضوع حرفيا والله العظيم يعني متعب ومرهق. فدعواتكم كده ربنا يعديها على خير ان شاء الله باذن الله. بدأت كده قلت اعمل بقى سهرة لطيفة في شوية الحاجات اللي احنا اشتريناهم المرة اللي فاتت. فانا عايزة اقول لكم الكاسات دي اللهم بارك جميلة جميلة. عملت شوية فراولة بلبن كده، اللبن اللي انا كنت اعمل بيه السحلب قلت لا خلاص غيرت رأيي بقى وسيحت شوية شوكولاتة دارك كده بتاع الدريم، حطيت عليها مكعب زبدة وسيحتها على يعني حمام مية دافي، وحطيت شويه الحاجات دي وشغلت القناه دي بقى كده نسمع فيلم كرتون نفصل دماغنا شويه. وبكده يكون روتين النهارده انتهى. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله. ما تنسوش تدعوا بقى الخوخه ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. دمتم في رعايه الله، مع السلامه يا حلوين.